يا صباحو، ازيك يا موكوسه منك ليها؟ عاملين ايه؟ تعالوا شله المواكيس تتلمي وتاجي تقعد جنبي. خدي يا وليه الكرسي اللي جنبي وتعالي ننطلق ونعمل حاجه حلوه على السريع. بصي بقى، ما تجيش طنط فالحوسه وتقولي الدايت. هقول لك الدايت راح في ذمه الله. بصي يا حبيبتي اختي، احنا برضه هنمشي على قواعد الدايت سالمين غانمين، بس يعني هن ايه هن هن هنختل عن المصير هكا ولا هكا. بصي يا حبيبتي، انا كان عندي 4 صوابع موز، قلت ونعمه ما انا سايباهم في حالهم. خدتهم كده حتى تتبتكك وقمت منضفاهم وحطاهم في البوله، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه قرفه، وكانت ايدي ساخيه لدرجه ان انا زودت القرفه قوي قوي قوي. مش مهم يا اختي، القرفه حلوه برضو وبتحرق، بيقولوا انها بتحرق في الدايت وان انا عارفه. بس يا اختي يلا حطينا شويه قرفه وجبنا هنا بقى ايه، كان عندي لف جلاش كنت جايباها من السوق. صدقوا لا، انا طول الوقت بجيبها من السوق ب 20 جنيه. السوق بقى اللي فات ده هو لقيتها ب 15 جنيه. قلت يا حلول يا ولاد، جبت لفه الجلاش اتاريها كلها مليانه نشا. يلا مش مشكله، حلو زي الفل وهتمشي وهتقضي الغرض. خدنا هنا في لفه الجلاش المتقطع منها زي ما انتم شايفين كده. انا قلت ايه، لا مش هرميه، لفه الجلاش طلعت يلا مش مشكله، الرخيص ثمنه فيه يا ولاد. فجبنا طبعا ايه لفه الجلاش، خدنا منها حته كده مربعه وحطينا عليها معلقه موز بالقرفه. ممكن تزودي على الموز ده بقى إيه معلقه سكر. تمام، انا بقى مش هزود سكر، حلو عشان احنا ملتزمين بالايه بالدايت. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا بتاعه الدايت، تعالي خدي الكرسي اللي جنبي واقعدي يا ماما. المهم لفيناهم شكل الاسطوانات كده، لفه هدايا، وقلنا نجرب في اللفه الثانيه برده نفس القصه. نحط معلقه الموز ونحط نجيب الجنب ده على الجنب ده ونلف لف 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 لغايه ما يبقى عندنا شكل الاسطوانه الجميل الحلو اللذيذ اللطيف ده. خلاص. خلاص انت تعملي قد ايه؟ اعملي كميه الموز اللي عندي. تمام. انا حطيت 4 صوابع، قلت كده ايه اروق على بالي كده واقوم اعملي حاجه حلوه. فاخدت ال4 صوابع زي ما انتم شايفين وعملتهم زي ما انتم شايفين. تمام. لف لف لف، الورقه بقى بايظه، الورقه ما اعرفش ايه، المهم ايه عملنا العمل اللي انتم شايفينه ده يا ولاد. خلصنا؟ لا ما خلصناش لسه هنخلص. المهم تعالوا ما اقول لكم التسويه بتاعه الجلاش دي لها طريقتين في التسويه. اول طريقه ان انت تحطيه في الانفراير زي ما انت شايفه كده. لو انت بقى ماشيه تبع الرجيم بتاعي ومش عايزه تتخني، ما انت كده كده هتتخني، بس يعني ايه احنا بنسكن ضميرنا، فاهماني؟ فحطيته في الانفراير زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليه بمعلقتين بمعلقه زيت زيتون، ورششتها كده رشه هكا وهكا، ودخلته القلايه الكهربائيه. تمام. تمام. يتحمر ويطلع هرشه بالعسل الابيض. وفي حاجه تانية لو عايزه بقى جوسي وحلو كده ولذيذ ولطيف، بتجيبي معلقه سمنه او معلقتين زيت، لا بس هي معلقه سمنه كده على معلقتين زيت، وتحطيهم في قلايه في قلايه في بتاعه في اللي هي طاسه، وتحمريه على النار. ما هو ما بياخدش وقت خالص على النار، تحمريه على الوش ده هكا والوش ده هكا، يطلع زي الفل. تمام. احنا طبعا مش هنقليه زي ما انتم شايفين، احنا حطيناه في القلايه. طيب تعالوا بقى هنا، قلت والنبي يا اختي ما انا ساكته. ماشي، لا نعمل لنا كمان كوبايه ايس كوفي. بصي يا فزلوكه منك ليها ويا موكوسه منك ليها. المره اللي فاتت انا كنت اوريكم الكوبايه اللي انا كنت جايباها من السعوديه ب5 ريال باين 75 قرش، من ماركت اسمه شامل. المهم الكوبايه يا اختي كنت بعمل كده تيكي 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 تطلع لي الفوم. الكوبايه اتكسرت وعورت صباعي، والله والله ده انت فزلوكه عورت صباعي، بس مش مشكله يعني. ركننا كوبايه حلو، وقلنا بقى ايه ناخد البتاعه بتاعتها ديت، نحاول نشوف لها اي كوبايه تانية. تمام، ونعملها فيها. لقيت الكوبايه ديت هي بتطلع بصعوبه وبتنزل بصعوبه، بس مش مشكله. المهم تعمل لنا الفوم على السريع بصراحه، هكا وهكا تيكي 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 تيك، بتطلع لك الفوم بتاع النسكافيه ما اقولكيش حلو زي الفل. حطينا طبعا ظرف نسكافيه من اللي انا كنت جايباه من الفندق بتاع هواوي. لما كنت في الغردقه وعقبال عندك يا اختي كانوا بيحطوا لنا في الاوضه الباكيتات بتاعه النسكافيه بتاعه النسكافيه ديت، اسمه باين كوفي مصر حاجه زي كده. المهم كنت اختي ما اخبيش عليكي يعني كنت بشيلها عينها، تنفع في وقت الزنقه وهتنفع. هي خدنا الظرف عليه ظرف سكر دايت، وتكا تكا 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 طلع لنا الفوم الحلو ده. حطينا شويه اللبن، حطينا عليه شويه التلج، ويبقى عندنا ايس كوفي زي الفل. اسرع ايس كوفي واسهل ايس كوفي على فكره، وطعمه حلو مش وحش. مش عايز بقى كريمه ومش عايز شوكولاته ومش عايز حليب مكثف محلى ومش عايز حاجات كتيره كده، لا هو بصي اسرع حاجه في الوجود. طلعنا الجلاش بتاعنا اتحمر، خد وش من هنا وش من هنا، والموز باظ من جميع الاتجاهات مش عارفه ليه، بالرغم ان انا مقفلاه كويس، بس مش قصتنا. بصي يا طنط فازلوكه هتيجي تقولي لي ممكن في القلايه يفك ومش يفك ونلزقه ومش نلزقه، لا يا حبيبتي بيحطي القفله على الارضيه كده مش هتلاقيه فك ولا اي حاجه منك. هو بس ايه مش عارفه الموز قال لك انا مخنوق فقال لك اما اطلع من الجناب، مش عارفه ليه القصه، بس مش مشكلتنا. حطينا هنا شويه عسل نحل عليه من فوق، وعايزه تزينيه بشوكولاته. بصي هو الموز بيليق عليه قوي الكراميل، يعني الموز بالقرفه دي ليه قوي عليه كراميل، بس انا كان عندي صوص كراميل بس كنت مكسله طالعه من الثلاجه ولسه فك شويه فيلم طويل عريض ما حبيتوش يعني. كان عندي كيس كده بتاع شوكولاته سايبه صوص شوكولاته، قلت ما احط عليه مش مشكله نغير الشكل. حطيت هنا عسل ابيض زي ما انتم شايفين كده، رشه شمال ورشه يمين، ونزلت بالعسل الابيض. ممكن تعملوا له شربات عادي وتنزليه في الشربات وتطلعيه، بس انا مش عايزه السكر يبقى حلو قوي. وممكن تحطي عليه على فكره كمان سكر بودر. تمام، ترشي عليه كده بيبقى حلو برده، بس انا او سكر خشن بقرفه. بس انا يعني حاجه على السريع على السريع يا بنات، احنا مش فاضيين، احنا مفرهدين يا اختي طول النهار والنبي في الحر.
تعالي بس اقعدي جنبي كده. حطيت عليه زي ما انتم شايفين كده شوكولاته، سيور من الشوكولاته مع سيور من العسل النحل، يا جماله يا حلاوته. انا خدت الطبق ده يا جماعه نسفته، ما سبتش الا واحده بس حزينه كئيبه للبغله بنتي، قامت فطرت بيها الصبح، وكوبايه الايس كوفي، واقولكيش بقى جمال والحلاوه. واعتبريها سهره خميس، حاجه على السريع كده، عندك ضيوف عندك اي حد قومي اعمليها بسرعه على السريع، عايزه تعملي حاجه حلوه لعيالك ولجوزك على السريع مش هتاخد منك وقت. وكوبايه زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفوم يعني ما اقولكيش، كوبايه جميله ولذيذه ولطيفه. كان عندي طبعا حوالي 5 حبايات عين جمل، قلت يا بنت ما تستخسريش في نفسك، انت صارفه ومكلفه، حطي عليها ال5 حبايات العين جمل. وكانت ما شاء الله جميله وطعمها حلو، حاجه سريعه. واقول لكم بقى يلا قومي يا اختي، قومي يا اختي من القعده الراكنه دي على الكنبه، قومي يا حبيبتي اعملي لعيالك جلاش بالموز بالقرفه، حاجه فاخر من الاخر. واقول لكم بقى مع السلامه. وما تنسيش يا وليه منك ليه، حطي لايك يا اختي، حطي لايك يا اختي، حطي لايك واشتركي في القناه. يلا سلام.